عايزة كفتة الحاتي تطلع زي ما يكون جايباها من عند الحاتي بالظبط، لا وكمان جوسي وطرية كده ومستوية سوى المظبوط بتاعها. تعالي هنا هقولك ان شاء الله كل اسرار كفتة الحاتي وازاي تطلع معاكي كأنك جايباها من المحل. بالعكس هتكون اطعم واحلى كمان علشان من عمايل ايدك، وكمان ضامنة ايه اللي موجود فيها. شوفي السوا بتاعها عامل ازاي، مستوية من كل الاماكن، من فوق ومن النص ومن تحت ومن جوه زي بره، وجوسي وطرية جدا وطعمها ممتاز، وكل اللي هياكل منها مش هيفرقها عن الجاهزة خالص. سمي الله وتبدأي وتشوف كل الخطوات اللي احنا هنعملها. بس قبل ده كله ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك والكومنت جميل منك بيشجعني وبيفرحني كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. ان شاء الله النهاردة هنعرف كل اسرار كفتة الحاتي علشان تطلع زي ما قال الكتاب بالظبط، جميلة ومستوية كويس وجوسي ومحتفظة بكل حاجة منها وما تكشش معاكي كتير. شوفي اصلا عاملة ازاي مع بقى شوية الطحينة وشوية والسلطة ومية السلطة الجميلة اللي بتبقى معاها، دول بقى بيودوا كل حاجة في حتة تانية خالص. وكمان هنعمل مع بعض سلطة الطحينة وسلطة الخضرة، طبعا كلنا بنعرف نعملها، بس هحاول اقولها لكم في الفيديو من جوه. هتحسي بطعم اللحمة بس في نفس الوقت طعم كفتة الحاتي موجودة فيها زي ما بتجيبيها من بره تمام، مش عليها بهارات كتير ولا اضافات كتير، حاجات بسيطة وخمس ست اسرار كده هقولهم لك واحنا شغالين هيطلع لك اجمل كفتة حاتي من تحت ايديكي. وما تنسيش تسمي الله وانت بتبدأي في اي حاجة. جبت معايا هنا كيلو الا ربع لحمة، اي قطعية انت بتحبيها مفيش اي مشكلة خالص، بس بحاول احط معاهم حوالي قطعية كده ناعمة زي دي. تمام، دي قطعية كانت من الفليتو تبقى ناعمة. بضيفها على اي كفتة بعملها بتديكي بقى ايه، بتبقى قطعية خشنة مع قطعية ناعمة، بتديكي التماسك كده وبيتمزجوا مع بعض. ومعايا 150 جرام دهون اللي هي الجامدة دي زي ما انت شفتيها، مش الدهون الطرية ولا ليا ضاني. لو عايزة تحطي بدلها ليا ضاني مفيش اي مشكلة، بألف هنا وشفا. انا بس عشان ما بحبش الضاني، لكن هي بالليا الضاني هما بيعملوها في المحلات هتديها فحفحة اكتر كده، بس انا ماليش في الضاني خالص. فرمت اللحمة، ده كان اول وش. شايفة بقت عاملة ازاي؟ هبدأ افرمها تاني، ده كان تاني وش. هديها كمان وش زيادة، يعني اديت اللحمة 3 فرمات. بفرمها كويس بقت ناعمة زي ما انت شايفة. نيجي الاول سر معانا هندخله مع اللحمة علشان يديكي قوام كده حلو للحمة. هتحطي رغيف فينو بس عليها. الرغيف الفينو دوت هيمصلك كل السوائل اللي هتنزل من اللحمة، ده لو نزل منها يعني، ده علشان نضمن تماسك اللحمة معانا واحنا بنسويها. هنقطعه 4/4 او يعني قطع كده صغيرة ونحطه وندي الكبة لفتين كمان كده عشان يتفرم مع الكبة. لو حابة تفرميه في كبة لوحدها بره ودخليه مع اللحمة مفيش اي مشكلة خالص. انا قطعته وفرمته لغاية ما بقت اللحمة بالشكل ده، يعني اديت لها لفتين 3 كده، بقت معاكي معجون. وفي نفس الوقت اما ترتاح كده هتحسيها ان هي ماسكه نفسها ومش هتقع ان شاء الله من على السيخ وانتي بتشويها. جبت كمان بصله متوسطه حوالي 150 جرام كده، اكبر من متوسطه بشويه، ومعاهم طماطمايه كبيره. تمام، دول بقى اللي هيطعمولك اللحم. فرمت الطماطمايه مع البصله فرم بقى مبرح كده لغايه ما بقت تقريبا ميه، وبصفيها في مصفى تكون ضيقه جدا، دي مصفى طبقتين والاخرام بتاعتها ضيقه جدا. هصفيها كويس جدا جدا. هاخد التفل اللي طلع احطه مع اللحمه وتكوني عصراه كويس، ما يكونش فيه ميه، مش هنضيع بقى اللي احنا عملناه. وناخد السائل اللي نزل ونسيبه في التلاجة دلوقتي.
ونحط معانا الملح. حطيت هنا كيلو الا ربع، حطيت عليهم معلقتين ونص ملح صغيرين من المعالق دي، وكمان معلقة صغيرة مليانة فلفل. انا بحب ازود الفلفل شوية، لو حابة تقللي مفيش اي مشكلة، يعني الرشة اللي انا بحطها بعد المعلقة دي ملكيش دعوة بيه، يعني حطي اللي انت عايزاه. انا بحب الفلفل زيادة شوية في الحاجة. وكمان معانا نص معلقة صغيرة بهارات، 7 بهارات، مفيش بهارات تانية هحطها، هما دول بس. وكمان بقى معاكي ربع معلقة بيكنج باودر، دي اصغر معلقة خالص في طقم المعالق اللي هي بتاعت الايس كريم. اخدت نصها، يعني ربع معلقة بيكنج باودر بس. ليه انا بضيف البيكنج باودر؟ علشان انا فارمة في البيت مش فارمة عند الجزار، هي دي اللي هتخلي اللحمة بتاعتك كأنها مفرومة عند الجزار بالظبط. وببدأ هعجن فيها حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعة. ليه انا الخطوة دي بالذات؟ علشان اخلي اللحمة تتشمع مع بعضها وتبقى نسيج متماسك، وده كمان هيساعد ان هي مش هتفك معانا. يبقى اول حاجة حطينا الرغيف الفينو علشان يمتص السوائل، وحطينا كمان وعجناها. شوفي هتدي معاكي خيوط كده، هتبقى زي الفل، يعني تقعدي تعجين فيها لغاية ما تحس ان هي خلاص طلعت الخيوط بتاعتها كده تشابكت مع بعضها. هغطي اللحمة واسيبها ترتاح في التلاجة ساعتين، لو مستعجلة قوي هي ساعة مش اقل من كده، علشان تتشمع كده وتمسك مع بعضها. انا سبتها ساعتين. الخطوة بقى التانية، بتجيبي الاسياخ اللي هتعملي فيها، لو خشب هتحطيها في مية متلجة. يعني انا المية عندي ما كانتش متلجة قوي، بس كانت ساقعة زيادة عن اللزوم، فانا قعدتها في المية دي، اقل حاجة هتنقعها فيها نص ساعة. فانا حطيت عليها المية الساقعة وخدتها حطيتها في التلاجة برضو. وكمان معانا السوائل اللي نزلت من البصل والطماطم حطيناها كمان في التلاجة، ما نسيبهاش بره عشان ريحة البصل ما تتغيرش. خلاص كده الساعتين مشيوا، فهبدأ اشغل الشواية. الشواية عندي بشغلها على اعلى درجة حرارة فيها، وجبت الطماطم والبصل السايل بتاعهم وحطيت عليه معلقتين زيت كبار ورشة ملح ورشة فلفل. تمام. وهقلبهم كويس جدا جدا وهسيبهم معايا على جنب. وكمان طلعت الاسياخ من المية وصفتها كويس وسبتها معايا. اللحمة كمان طلعت ونبدأ نشتغل فيها. شايفة ما شاء الله عملت ازاي؟ ارتاحت وتحس ان هي جمدت مع بعضها كده، وكمان بقت كتلة واحدة. يعني وانتي بتصبعيها تحطيها على السيخ كده استحالة ان هي تنزل منك. التركية التانية بقى ان انا بجيب الخليط دوت اللي انا عملته البصل والطماطم، وبمسح بايدي كده على السيخ نفسه. ده هيساعد ان اللحمة وانا بشيلها من على السيخ بعد ما تستوي مش هتلزق معاكي وهتتشال بكل سهولة. باخد قطعة بقى بشكل زي ما انا عايزة تحطي في السيخ ده قطعتين منفصلين مفيش مشكلة، عايزة تحطي لو الشواية بتاعتك كبيرة يعني عايزة تحطي قطعة على بعضها مفيش اي مشكلة. اهم حاجة تعمليها بايدك كويس، تقسطيها بايدك كويس وتفرديها يكون سمكها واحد على السيخ كله. انا الشواية عندي هنا كانت تقريبا يعني ما تجيش 30 سنتي يعني عرضها، فكنت بحاول اعمل على قدها، هي تقريبا كانت 25 سنتي كمان. اهم حاجة الشواية تسخن كويس. انا هنا فضلت اصبع في الكفتة لغاية ما الشواية سخنت، وعلى طول وانتي بتصبعي تبلي ايديكي من الصلصة اللي هي الطماطم والبصل العصير بتاعهم وتصبعي بيهم. ده هيخلي لك الكفتة على طول جوسي معاكي كده وانتي بتشوي. وتصبعيها كويس وتأكدي ان هي متماسكة على السيخ.
ما تحطهاش كده اي كلام وتيجي هتقع منك لو حطيها اي كلام، لازم تقسطيها كويس على السيخ اللي معاكي. خلاص كده الشوايه سخنت. معلش انا عارفه ان هي سخنت بس انا بحب العب وانا بشتغل يعني. حطيت عليها شويه طماطم وبصل كده عشان الريحه تطلع، وبقسط كويس. انا في مرحلتين ممكن اعملهم، ممكن اصبع كل الكفته معايا واحطها في التلاجة تريح شويه نص ساعة كده وارجع اشوي، وممكن اشوي على طول مفيش اي مشكلة. بس انا عشان انا ضامنة ان الكفتة عندي متماسكة وكويسة معايا فبشوي على طول ما بستنيش. خلاص هنا كنت خلصت كله. وانتي بتشوي بقى حاولي يبقى معاكي الصوص دوت وتحطيه على الكفتة طول ما انتي شغالة، بس مش لغاية ما تستوي، لا لغاية ما تكون نص سوا، علشان برضو الكفتة ده العصير دوت طايله كفتة مش مستوية، فمش عايزين بقى بعد ما نسوي نحط عليها تاني نجيب بكتيريا يعني. فاحنا بنمشي خطوات صح. هنا كانت خلاص خدت اللون من كل النواحي الحاجات اللي انا حطيتها في الاول. الشواية كانت على اقل مستوى وانا شغالة في الاول عشان بديها صدمة واقلبها على كل النواحي تاخد الصدمة بتاعتها، لكن اول ما كلهم ياخدوا الصدمة بتاعتهم برفع المستوى بتاع الشواية لفوق شوية. الشواية دي بتكون فيها 3 مستويات، هتخليها على المستوى اللي في النص وانتي شغالة، لكن في الاول وهي بتاخد الصدمة بيكون على اقل مستوى خالص. هنا بقى عايزين نعمل الطحين، ما هو ما يعديش كده كفتة وكفتة حياتي من غير الطحينة بتاعتنا. فحطيت نص كوباية طحينة خام، جايباها من المعصرة بتاعت الطحينة، مش جايباها من العلب اللي موجودة في السوبر ماركت. دي بتفرق كتير جدا لان العلب اللي في السوبر ماركت مش طحينة بيور. فجبت معاها كوباية مية فترة، نص سخن على نص ساقع. ما تعمليش بمية باردة، ما بتخليهاش كويسة، بيبقى طعمها مش كويس في المية الباردة. بعملها مية فترة وبتضيفي شوية شوية، بتضيفي في الاول نص كوباية بتضيفيهم شوية شوية وتقلبي لغاية ما يوصل معاكي للقوام دوت. وبعد كده تروحي جايبة الخل عشان الخل بيتقل القوام معاكي اكتر، فما ينفعش تحطي المية وبعد كده تحطي الخل في الاخر، لا انا بحط الخل في النص عشان اظبط القوام المظبوط. بتضيفي 3 معالق خل على نص كوباية طحينة وبتقلبي، وبتشوفي هتحتاجي المية بعد كده قد ايه وتزودي. انا سبت فيديو الطحينة بالذات كله كامل علشان الخطوات تكون مظبوطة وباينة قدامك، بالذات لحبايبي اللي لسه مبتدئين وعايزين يعملوا حاجة جميلة كده ومظبوطة في البيت. هتعملي الكمية اللي انت عايزاها وتظبطيها، بس اهم حاجة ما تحطيش المية كلها، هتحطي نص كمية المية، تبدأي بالراحة بالراحة تحطي الباقي واحدة واحدة لغاية ما توصلي لقوام خفيف، يعني ما تخلوش تقيل، قوام سايل معاكي، لانها لما بتريح في التلاجة شوية بتتقل تاني. فما ينفعش ان احنا نعملها ونسيبها مثلا تريح ربع ساعة ولا نص ساعة في التلاجة ونلاقيها يبست معانا، مش هتبقى ظريفة خالص. تمام كده، شايفة القوام طبعا سايل خالص اهو. بس كده هي اخدت معايا حوالي كوباية الا ربع بالظبط، يعني نص كوباية طحينة خدت معايا كوباية الا ربع مية. لقيتها عايزة بق كمان فزودتلها، عشان ساعات بيكون معاكي في الطبق من تحت كده لسه في طحينة لازقة لازم تجيبيها معاكي. تمام كده. ومعايا الكفتة يعني لقيتها محتاجة ان هي تتقلب فقلبتها. ضفت التوم، حطيت 3 تومات متوسطين، انا هنا التوم عندي كان صغير خالص فحطيت 5 صغيرين، وحطيت نص معلقة ملح ورشة شطة محترمة كده. لو بتحبي تحطي الكمون بتضيفيه في المرحلة دي، ما بتحبيش خلاص، انا ما بحبش اضيف عليها كمون بصراحة. انا بالنسبة لي الشطة كويس جدا وخلاص على كده، ولا بضيف معاها زيت ولا اي حاجة. شفتي قوامها عامل ازاي؟ زي الفل. هنا كانت الكفتة بتقولي يلا تعالي شيليني، ما شاء الله كانت استوت وبقت زي الفل.
يلا بقى ايه نشوف هنشيلها ازاي. جبت معايا حلة ويكون طبعا لها غطا محكم، وحطيت فيها ورق فويل وجواه ورق زبدة، وعلى طول هبدأ اطلع فيها الكفتة وانزلها. بس قبل ما نطلعها تعالي نشوف هي عاملة ازاي. كفتة كانت ملهلبة طبعا، سواها زي الفل زي ما وريتولك في اول الفيديو، مستوية من بره ومتحمرة يعني مستوية من جوه ومتحمرة من بره، وفي نفس الوقت جوسي فظيعة بصراحة. اللهم صل على النبي، كانت طعمة جدا جدا جدا. شايفة سوى جميل من كل النواحي، وهتلاقيها من فوق وتحت وجوه وبره مستوية نفس السوا، حتى المتحمر مش ناشف، كله طري وجوسي ما شاء الله. هحطها بقى في ورق الزبدة، ابدأ انزلها كلها. شايفة ما شاء الله بتنزل من على السيخ بكل سهولة، علشان نقعناه في مية ساقعة متلجة ما تحرقش معانا. وكمان بليناه من خليط البصل والطماطم، ما شاء الله طلع معايا بكل سهولة، ما غلبنيش خالص، يعني اتك عليها كده هتطلع على طول. حاولي تعملي بكل الاسرار والتكات والحاجات اللي انا قلتلك عليها طول الفيديو، ما شاء الله هتطلعي اجمل كفتة بجد، اطعم من كفتة الحاتي كمان. مكوناتها عندك في البيت ومضمونة وعارفة انت عاملاها ازاي. سخنت هنا قطعتين فحم، ده كان فحم سريع الاشتعال، سخنتهم على البوتاجاز وحطيتهم في طبق فيه ورقة فويل، وعلى طول حطيتهم على الكفتة وكتمت عليها بالغطا وبفوطة كمان عشان البخار ده ما يتسربش. ده كده بقى هو اللي هيدينا طعم ريحة كفتة الحاتي. والطحينة كانت ريحت ربع ساعة في التلاجة وبقت بالسمك دوت، يعني مش محتاجة اي كلام. وهنا خلاص كنت حطيتها في سرفيز التقديم. شايفة اصلا الكفتة يعني طرية وجميلة. انا كنت هين عليا اكل وانا واقفة اصلا يعني، بس انا كنت صايمة وكنت متأخرة وانا بعمل، يا دوبك كان المغرب ادن وانا بشيل الكفتة من على الشواية. فالحمد لله ان المغرب ادن علشان اعرف اكل معاكم وانا في الفيديو يعني. فبدأت حطيت عليها معلقتين طحينة كده، ومعايا مية السلطة اللي انا عاملاها طماطم وخيار وفلفل و... وقرن شطة كده حامي، وتحطي عليها نص كوباية مية ساقعة مع الملح طبعا وسن السكر والشطة بتاعتك وربع كوباية خل. بس دي هي السلطة بتاعت الحاتي، وهتديكي طعم الحاتي بالظبط. بس كده، وما تنسيش تشيري الفيديو عشان يوصل لأغلبية الناس. بحبكم جدا، باي باي.